بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. قصتنا النهاردة بعنوان إعدام الدكتورة داليا، دكتورة صيدلانية. بس قبل ما أدخل في تفاصيل القصة وأحكيها، لو أول مرة تسمعونا وما اشتركتوش في القناة، ياريت تدعمونا باشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس للكل ليصلك كل جديد مننا. القصة بتحكي وبتقول إن كان في دكتورة اسمها دكتورة داليا، دكتورة صيدلانية من ديروت بأسيوط. في يوم من الأيام قامت من النوم وماسكة الجريدة في إيديها وبتتصفح فيها، لقت صفحة فيها مكتوب رقم عربيتها ومطلوب البحث عنها علشان هي متهمة بقتل 5 فتيات خبطتهم بعربيتها، مطلوب البحث عنها والقبض عليها. طبعا هي استغربت جدا واتخضت لان هي ما عملتش حاجه زي كده، فعرضت الموضوع على محامي. المحامي نصحها وقال لها انت تاخدي اهلك وتهربي بره مصر، وفعلا سمعت كلامه وقالت انا ههرب لحد ما يثبتوا براءتها. بس لما جت تهرب الانتربول استطاع انه يرجعها وما يخليهاش تهرب خارج البلاد وسلمها للمحكمة. وكانت القضية جايبين فيها شهود ان هم شافوها وهي بتخبطهم بالعربية وماتوا. حاول ابوها يعرض على كل والد من الفتاة انه يديله 1,000,000 جنيه ويتنازل عن القضية، لكنهم رفضوا وحكموا عليها بالإعدام. وفي يوم وهي في السجن جه المذيع اسمه مفيد فوزي، عمل معاها حوار من داخل السجن وهي كانت لابسة الزي الأبيض بتاعها. وجه في الحوار سؤال من ضمن الأسئلة متوجه لها، بيقول لها ايه جبروتك ده يا دكتورة، تقتلي 6 وتحرقي قلب أهلهم عليهم؟ بكت جدا الدكتورة وفضلت تعيط وقالت لهم انا مظلومة، انا اخبط 6 ازاي بعربية 128؟ انا مستقبلي ضاع، لكن مش مهم ومش هاممني ان عندي طفل وزوجي، بس ايه ذنبهم يتحملوا ويشيلوا عاري وانا اصلا مظلومة؟ وقلت له ورديت عليه لو الارض واللي فيها ظلمني ابويا السماوي هينصفني ومش هيظلمني ابدا. وفعلا بعد فترة وبعد كام يوم حصلت المعجزة والتدخل بتاع ربنا. وان المعجزة الاولى، الراجل اللي خبط البنات بالعربية واتهمها في الدكتورة دي كان قاعد قدام التلفزيون وشاف الحوار اللي حصل بين المذيع مفيد فوزي والدكتورة، وهي عمالة تبكي وبتقول ان هي مظلومة وما عملتش كده. وبيقول ان كان كل ما يجي يفطر او يتعشى يلاقي صورة الدكتورة قدامه في الطبق بتبكي، ولما يجي يدخل ينام على السرير برضو يشوف الدكتورة. بيقول ان جاله اصابة بحالة اكتئاب نفسية شديدة جدا وحاول انه يتغلب عليها لكن ما قدرش. قام تاني يوم راح المحكمة واعترف ان هو القاتل وان هي مظلومة. والمعجزة التانية ان القاضي اللي كان حكم عليها بالاعدام مات في حادثة واستلم القضية قاضي غيره وحكم لها بالبراءة بكفالة 50 جنيه. حقيقي ربنا اله مستحيلات، قد ايه ربنا فعلا جاب لها حقها ووقف معاها. بيقول الاب الارضي حاول يطلعني من الحبس بملايين وفشل، لكن ابويا السماوي خرجني بكفالة 50 جنيه واثبت براءتي. وكمان ابويا الارضي لو كان خرجني بالكفالة كنت هبقى في نظر الناس مجرمة، لكن ابويا السماوي خرجني ببراءة باختبار حي انه يقدر يسيطر على القلوب والفكر والعقل، وخلى المجرم ان يجيله حالة نفسية علشان يجي يعترف ويطلعني براءة قدام الكل ويثبت ان هو اللي قتل وان هو اللي ارتكب الجريمة. قد ايه ربنا حنين، قد ايه ربنا مش بيسيبنا ودايما بينصفنا حتى لو مظلومين. بركة رب المجد يسوع تكون معانا
نشوفكم في قصة جديدة ومعجزة جديدة من قناة أم النور. ولو عجبتكم القصة ادعمونا بلايك وقول لنا رأيك في التعليقات. اذكرونا في صلاتكم. سلام.